ان شاء الله في الفيديو ده هنحل التقييم الاسبوعي السادس بالواجب بتاعه بالامتحانين الاسترشاديين اللي نزلتهم الوزارة. تمام، علشان اختبار شهر مارس. فممكن بس تعمل لايك في الاول، يعني بعد اذن الكاريزما اللي جواك ممكن تعمل لايك لو انت بتستفيد، عشان مثلا التقييمات الاسبوعيه مثلا ممكن تجيب 4000 واكتر فيوز يعني، و20 لايك مثلا اللي عاملين اللي هم اصحابي مثلا او العيال مثلا اللي معايا في الفصل. فانت لو انت بتستفيد اعمل لايك، شكرا. عقبال بقى ما نشوف في كارثة تاني ان في 70% من اللي بيتفرجوا اصلا مش مشتركين على القناة يعني. بس انا مش هحملك فوق طاقتك، يعني انا محتاجين لايك. طيب، ولو انت اول مرة طبعا بتشوفني هتلاقي في الديسكريبشن تحت الفيديو لينك جروب التليجرام، هبعت فيه البي دي اف بتاع الكلام ده علشان تعمله داونلود قبل ما تحل يعني. كمان هتلاقي لينك الويب سايت بتاعنا ورقم الاسيستنت لو عايز تتواصل معانا في اي وقت وعايز تنضم لينا في شرح المنهج يعني. طيب ما طولش عليك اكتر من كده، تعال نشوف اسئله الاسبوع السادس اللي نزلتها الوزاره دي عباره عن ايه. اول حاجه اسئله الهوم ورك على الريفليكشن والريفراكشن، وهم كام؟ 3 اسئله اساي و8 يعني قليلين جدا يعني 12. ده بالنسبة للهوم ورك. ندخل على الويكلي اسسمنت ان شاء الله اللي هنحله. الويكلي اسسمنت برضو جروب A و B و C، كل جروب 4 اسئلة مثلا، يبقى 12 كمان. وبعد كده ندخل على الموديل اكزامز اللي مجهزاها الوزارة لينا. هما امتحانين، الامتحان الواحد برضو فيه 12 15 سؤال 30. ماشي، احنا هنحل بتاع 50 سؤال مثلا ممكن اكتر. فخلينا بقى نشوف كده واحدة واحدة الأسئلة بتقول ايه. وحتى هم منزلين موديل انسرز بس بتاعت الأسابيع اللي فاتت، يعني ما شاء الله عليهم. فيعني هو مجهود يذكر فيشكر يعني، بس يعني كنت بالأول نزلت لنا الأسبوع السادس عشان العيال تتأكد إنها بتحل صح ولا غلط. بس تمام مش مشكلة. تعالى بقى نبتدي بأول جزء اللي هي أسئلة الهوم ورك. أول سؤال بيقول لي the angle of reflection from mirror دي. طب الميرور دي عشان نعرف الانجل اوف انسنس ولا ريفليكشن محتاجين اهم لاين اللي هو مين؟ نورمال لاين. وده بيبقى perpendicular على الميرور بالشكل ده. هو قال لي ان دي ب 90، فالنورمال بيقسم الانجل بين الانسنت والريفلكتد نصين، فدي هتبقى 45 ودي زيها 45، فالانجل اوف ريفليكشن اللي هو عايزها تبقى 45 والانسر بي. تمام، اللي بعده. هنا بيقول لي if the angle between two mirrors in a right angle 90. حلو قوي. يبقى انا عندي two mirrors اهم بالشكل ده، دي الميرور الأولى ودي التانية، وهنا الأنجل كام؟ 90. and the light ray X fall on one of the mirror at angle phi والphi not equal 0. ماشي، يعني في لايت مثلا هينزل كده، اللايت ده سمهولي X. then the light ray reflected from other mirror reflects بقد ايه او بكام؟ يعني مثلا دي ميرور A ودي ميرور B، وبيقول لك اللايت ده هيرفلكت من الميرور B دي شكله عامل ازاي. طب اول حاجه طالما في لايت لازم نعمل نورمال. طيب النورمال مثلا بالشكل ده، فالانجل اوف انسنس قال لك انها اسمها فاي، يبقى الانجل اوف ريفليكشن برضه هيبقى اسمها فاي، هتنزل على الميرور التاني، فدي اسمها فاي. طيب علشان ما يبقاش الموضوع مكلكع ونقعد نفرض رموز، خلينا نفرضها بارقام. يعني مثلا هنقول ان الفاي دي ب 30، فالانجل دي ب 60 ودي ب 30 ودي ب 60. وبما ان الانجل دي 90 وده ترينجل، فالانجل دي هتبقى بكام؟ ب 30. حلو. فاللايت نزل كده على ميرور بي، فين النورمال؟ ادي النورمال اهو يا عم بالشكل ده. يبقى الانجل اوف انسنس اللي بين الانسنت لايت والنورمال اللي هي دي هتبقى ب 60. يبقى اللايت هيرفلكت بانجل كام؟ بانجل 60. تمام، ودي هتبقى بكام؟ ب 30. حلو حلو. فانا الفاي اللي هو فارضها لي، انا اوريدي قلت انها بكام؟ ب 30 في الاول، دي الفرضيه بتاعتنا. فبقول لك then the light reflected from other mirror هيرفلكت بقى ازاي وضعيته؟ parallel ولا at angle phi ولا perpendicular ولا back on itself؟ مبدئيا اكيد مش back on itself لان اللايت خرج كده.
طب تاني حاجة، هل هيرفلكت بانجل فاي زي ما نزل؟ تعال نشوف. هو رجع بانجل كام؟ بانجل 60، يعني مش بفاي، ب 2 فاي. يعني الانجل اوف ريفليكشن ب 2 فاي، فدي مش تنفع. طب تعالى نختبر، هل هو كان perpendicular to ray x؟ يعني اللايت ده perpendicular على ده؟ لا، فدي مش تنفع. طب هل هو parallel ل x؟ اكيد ما فيش غيرها. بس تعالى نتأكد، ازاي اعرف ان ده parallel لده؟ لو ده u، يبقى الانجل دي والانجل دي هما الاتنين بكام؟ ب 180، صح؟ طيب تعالى نشوف الانجل دي، مش دي 30 و30؟ 60، يبقى الانجل دي ب 60. طيب والانجل دي اللي هي 60 و60، يبقى الانجل دي ب 120. يبقى فعلا طالما دي 60 ودي 120، ده حرف اليو، اذا اللاين ده بارلل لللاين ده. فانا كده متاكد الانسر هتبقى نمبر A. فانت عايز بقى تفرضها بسيمبلز براحتك، بس انا قلت افرضها بارقام عشان الموضوع يبقى ايه ابسط. السؤال ده بيقول لي ايه؟ in the shown figure if the angle of incidence of a light ray on mirror A is equal to the angle between the two mirrors. الانجل دي اسمها ثيتا 1 ودي اسمها ثيتا 1، ماشي. then the light ray falls on mirror B بكام؟ هو عايز اللايت هينزل هنا بكام؟ طب تعالى نعمل زوم كده. دلوقتي اللايت ده نازل بانجل ثيتا 1، يبقى هيرفلكت بنفس الفاليو. تمام، هنفترض ان هو يعمل ريفليكشن بالشكل ده. انا ما اعرفش اذا كان نورمال ولا لا، احنا لسه هنحسب. بس خلينا نقول ان انا كده كده متاكد اسمها ايه ثيتا 1، لان دي الانجل اوف انسنس ودي الانجل اوف ريفليكشن. دي الانسنس ودي الريفليكشن. يبقى الانجل اللي جنبها دي هتبقى بكام؟ هتبقى 90 ماينس ثيتا 1، صح؟ طيب في التراينجل ده، خلينا نسمي الانجل دي اللي انا مش عارفها اكس مثلا. انا عارف في التراينجل ده السمشن بتاعهم هما التلاتة بكام؟ ب 180. حلو، يبقى انا اقدر اقول ان 180 equal ثيتا 1 بلس 90 ماينس ثيتا 1 بلس اكس، صح؟ فبالتالي الثيتا 1 هتروح مع الثيتا 1، يبقى بالتالي نقدر نجيب الفاليو بتاعت مين؟ اكس. فالفاليو بتاعت اكس دي هتروح الناحية التانية بالماينس، هتطلع لي ب 90 ديجريز. تمام، يبقى انا كده عرفت الفاليو بتاعت اكس دي 90. يبقى اذا اللايت ده نازل بيربنديكولار، صح؟ صح. طب طالما اللايت نازل بيربنديكولار، فين النورمال؟ ما النورمال هيبقى عليه، هو. يبقى كده الانجل اوف انسنس الجديده بكام؟ بزيرو. يبقى الفاي او الثيتا الجديده هتبقى بكام؟ بزيرو. يبقى اللايت نزل بانجل زيرو، هيعمل ريفليكشن ايه؟ ريفلكتد باك اون اتسيلف، يبقى يرجع زي ما هو جه. فاذا انا عرفت الانجل اوف انسنس على ميرور بي لازم تبقى بزيرو، والانسر هتبقى نمبر A. تمام، اللي بعد. السؤال ده بيقول لي in the figure shown if the angle of incidence of the light decreased by 10 degree then 10 degrees، يعني هيقل بالفاليو 10. هو بيقول لك ال reflected light ray rotate by angle كام؟ اللايت بقى هيروتيت نفسه بكام؟ طب واحدة واحدة، الانجل اوف انسنس هنا ب 60 وهنا ب 60. لو الانجل اوف انسنس قلت 10، يعني الانجل اوف انسنس الجديدة هنا ب 50، يبقى بالتالي الانجل اوف ريفليكشن الجديدة هنا برضو بكام؟ 50. يبقى الانجل اوف ريفليكشن هتقل المقدار ده اللي هو كام؟ 10 برضه. طب يبقى هي هتقل 10، يبقى انا كده استبعدت ده وده. هتقل بقى في اي اتجاه، كلوك وايز ولا كاونتر كلوك وايز؟ هي قلت في الاتجاه ده، اتحركت شمال، فبالتالي كاونتر كلوك وايز، فاذا الانسر هتبقى نمبر سي. اللي بعده. السؤال ده بيقول لي in the figure shown of each of the two mirrors inclined to the horizontal by angle كام؟ 45. يعني الميرور دي ودي هما الاتنين عاملين انجل 45 مع الهوريزونتال. يعني ايه؟ طب تعالى نرسمهم بقى كده. دي مثلا ميرور A، وده اللاين اهو، ودي ميرور B، وهما الاتنين فارقين عن مايلين عن الهوريزونتال 45. ادي الهوريزونتال، يبقى الانجل دي 45. تمام، طب تعالى نعمل المرايات بلون مختلف عشان ايه الخطوط ما تدخلش في بعض. دي ميرور A، حاضر، ونفس الكلام هنا. فدي المراية ميرور B، يبقى A و B.
والانجل دي 45. مش بس كده، ده كمان الميرور دي مايله بانجل 45. يعني لو ده الهوريزونتال فده 45. حلو تمام. وهو اللايت او الانجل اوف انسنس هي كمان نازله في 45، يبقى اللايت نازل كده، ده الانسنت لايت، وده النورمال اللي على الميرور، والانجل اوف انسنس في 45 ديجريز. طب انا كده استفدت ايه؟ استفدت ان ده حرف زد، فاذا الانجل دي بكام؟ ب 45. ماشي. حلو. اللايت ده هيرفلكت بكام؟ بانجل 45، ما دي الانجل اوف انسنس اللي هي نسميها سيتا 1، يبقى هيرفلكت بانجل 45، هتنزل كده بالظبط. اشمعنى يا مستر؟ عرفت منين يعني؟ بص يا سيدي، انت لو ركزت اللايت نازل كده، الانجل دي 45 صح؟ دي كلها 100، دي كلها 180 صح؟ 45 45 45، يبقى حتى اللي جوه دي 45، دي اللي هي مين؟ سيتا 2. فبالتالي لو دي 45 ودي 45 يبقى هم عاملين كده انجل كام؟ انجل 90. عشان كده اللايت هيجي كده وينزل بيربنديكولار بالشكل ده. تمام. طيب هنا هيكمل بقى ازاي؟ خلينا بقى نعمل نورمال، هيبقى بالشكل ده بيربنديكولار على الميرور. ماشي. طيب انا برضه عايز اعرف بقى الانجل اوف انسنس اللي هي دي بكام. مش عارف. طب تعالى نعمل اختراع، احنا عايزين نربط الانجل 45 باي حاجه ايه ليها علاقه هنا. هل هيحصل حاجه لو انا مديت اللايت كده عملت له اكستنشن؟ لا، احنا عايزين نمد اللايت بس. تعالى نقطع علشان ده مش لايت حقيقي اكيد، ده الاكستنشن بتاعه. طب ده ايه لازمته؟ هتعرف حالا. اللايت ده هيبقى نازل ازاي؟ بيربنديكولار، ما هو ده الهوريزونتال واللايت نازل كده، فبالتالي الانجل دي 90، يبقى بالتالي الانجل دي بكام؟ ب 45. مظبوط. حلو. شايف اللايت وشايف الميرور؟ مش دول حرف اكس صح؟ يبقى الانجل اللي جوه دي لو 45 يبقى اللي بره دي برضو بكام؟ ب 45. مظبوط. يبقى دي 45. حلو. وده النورمال اللي هو عامل كده، فانا خدت من هنا حته 45، يبقى دي هتطلع بكام؟ ب 45 هي كمان. تمام. يبقى انا كده عرفت الانجل اوف انسنس الجديده ب 45. ماشي. فاللايت هيحصل له ايه؟ هيرفلكت بالشكل ده، والانجل اوف ريفليكشن هتبقى برضو بكام؟ 45. فدي مثلا سيتا 3 ودي سيتا 4 ودي 45 زي ما هي. سؤال حلو. هو بقى بيقول لك ايه؟ لايت فروم ميرور بي هتبقى الانجل بكام؟ 45 اللي هي دي، والانسر هتبقى نمبر بي. اللي بعده هنا بيقول لك student notice that the pencil in a cup appears broken. ليه؟ بسبب ايه؟ بسبب الديفرنس في الاوبتيكال density. هل ال perpendicular of light؟ لا، ملهاش دعوة. الفريكونسي ملوش دعوة، الانتنستي ملوش دعوة، الاوبتيكال density الوحيدة اللي ليها دعوة، فالانسر هتبقى نمبر دي. ماشي. قال لك light falls on interface between air، يعني احنا عندنا air and another transparent medium and its speed decreased by 1/3. طب تعالى نكتب الرول اللي بيحل اي حاجة في الريفراكشن. N2 على N1 equal V1 على V2، اللي هو ساين فاي على ساين ثيتا، بس مش هنحتاج. طيب مبدئيا كده اللايت جاي منين؟ من الاير. كده انا عرفت حاجتين. اول حاجه عرفت ان ال N1 ب1، وعرفت ان ال V دي ال V1 هي السي، خليها سي. طيب قال لك السبيد قلت بمقدار التلت، يعني هي بقت تلتين. اذا الفلوسيتي الجديده بقت تلتين السبيد اوف لايت اللي هي 2c. فاذا انا ممكن اشيل ال V2 واحط مكانها 2 over 3 ايه؟ سي. ماشي. هو عايز الابسوليت ريفراكتيف اندكس بتاع الميديم، يعني انا عايز ال N2. طب ما بسيطه، ما ال N2 هتبقى C على 2 over 3C، يبقى C هتروح مع C فتطلع كام؟ 3 over 2 اللي هي بكام؟ ب 1.5. فانا كده عرفت الانسر هتبقى نمبر B. ماشي. هنا قال لك represent path of light through transparent medium the ratio بين ال periodic time. هو عايز النسبة بين ال periodic time of the light in the first medium لل periodic time في السكند medium. في حاجة بقى انت المفروض عارف، اللايت جاي من هنا لهنا، نفس السورس اوف لايت. طالما نفس السورس قلناها دي معناها نفس ايه؟ نفس الفريكونسي، فالفريكونسي ثابت.
طب الفريكونسي ده اصلا مش هو الريسبروكال بتاع البريودك تايم، فطالما ده ثابت ده هيبقى ايه؟ ثابت، فالفريكونسي مش هيتغير، اذا البريودك تايم مش هيتغير، يبقى الريشيو هتبقى ايه؟ 1 to 1، والانسر هتبقى نمبر دي. اللي بعده ندخل على الاساي. opposite ماشي interface between air و water. السؤال ده جه برضو في السنة اللي فاتت، لما برضو اللايت ريفليكشن ده كان في ثانية سنة، وجه في التقييم الأسبوعي. What happens to the magnitude of each angle of the following in the figure، يعني increases ولا decreases ولا remains constant؟ امتى when ال angle of incidence decreased؟ لما ال angle of incidence دي هتقل، تعال نعمل زوم بقى كده، لما الانجل دي هتقل اللي قدامها هتقل، صح؟ فاللايت هيبقى جاي كده، مثلا نعمله بلون اوضح، فاللايت ده هيجي كده، فالبيم اوف لايت ده قرب كده للنورمال فقل، تمام، فالانجل بين اللاين ده والسيبريتنج سيرفيس اللي هي سيتا 3 هتبتدي ايه؟ تزيد، ما هو بعد كده فالسيتا دي زادت، يبقى السيتا 2 هتقل، اما السيتا 3 هتزيد. حلو، كلام جميل. طيب ايه اللي هيحصل بقى ل 4 و 5؟ لو الانجل اوف انسنس قلت، الانجل اوف ريفراكشن هيحصل لها ايه؟ هتقل. طب ليه هتقل وفين الانجل اوف ريفراكشن؟ الانجل اوف ريفراكشن بين النورمال وبين اللايت اللي هي سيتا 5، دي الانجل اوف ريفراكشن. طب تعال نشوف هتقل ليه. مش انت اوريدي عارف ان 2 على ان 1 ايكوال ساين فاي على ساين سيتا، فطالما دول ثابتين يبقى النسبة دي هتفضل ثابتة. يعني ايه؟ يعني لو الفاي قلت لازم الثيتا هي كمان ايه؟ تقل عشان الريشيو تفضل ثابت اللي هو relative refractive index. فبما ان دي قلت يبقى اللي قدامها هتقل، يبقى ثيتا 5 لازم تقل. تمام، فطالما الثيتا دي لازم تقل فاللايت هيقرب من النورمال، هيجي كده، فلما يتحرك كده الانجل دي هتقل، يبقى اذا الثيتا 4 هيحصل لها ايه؟ هتزيد. يبقى انا كده عرفت ان الثيتا 4 هتزيد. حلو، يبقى الثيتا 2 decreases، الثيتا 3 increases، الثيتا 4 increases، الثيتا 5 decreases. ودي الإجابات اللي هو إيه؟ بيدور عليها، مفيش حاجة remains constant. اللي بعده هنا بيقول لي a person stand in brightly lit room and look through window glasses. ماشي، يعني بيبص من شباك. while person see their own reflection or see image of the tree if the daylight outside إيه؟ the room. يعني بره الدنيا منورة. طب واحدة واحدة. دلوقتي احنا عندنا الراجل ده قاعد في اوضه، اول حاجه هيشوفها البيم اوف لايت هنا اللي جاي من اللمبه دي، هيجي على الميرور ويحصل له ريفليكشن فهيشوف. خلينا كميه اللايت دي اسمها اكس مثلا. طيب بره حبيب قلبي في شمس، فالشمس هتيجي على الشجره وتعمل هي كمان ريفليكشن فيعدي من الازاز فيوصل له، بس كميه اللايت اللي جايه من الشمس اكيد اكبر من اضاءه اللمبه اللي في الاوضه ده، على الاساس ده قال لك دي لايت يعني. تمام، فالكمية دي سميها واي. فأنا كده عرفت إن الكمية اللي جاية من الشمس اللي هو واي لازم تبقى أكبر من مين؟ من الإكس. فطالما اللايت reflected from the tree greater than light reflected from the mirror، يبقى هو مش هيشوف انعكاسه، هيشوف الشجرة، بس هيشوف الشجرة أقوى. يبقى بيقول لك بقى will the person see their own reflection or see the image؟ لا، see the image. طب ليه هي see the image؟ لأن ال amount of reflected light ray from the sun، إن reflected light ray from sun أكبر بكتير من اللامب. ماشي؟ ماشي. طب ده سؤال هنا، ماشي، جه غلط، المفروض ده كان يبقى مقطوع في صفحة لوحده يعني. طب تعالى أقطعه وأجيلك. السؤال ده بيقول لي إيه؟ When light travels from air to medium to transparent medium its speed decreased by الرقم ده. تمام. وعايز الابسوليت ريفراكتيف اندكس بتاع مين؟ الجلاس. ترانسبيرنت ميديوم ده اللي هو الجلاس يعني. ماشي، انت اوريدي عارف ان N2 على N1 equal V1 على V2، بما ان اللايت جاي من الاير يبقى دي ب1،
وبدل ال V1 هتبقى C. تمام. ال V2 بقى هو قال لك decreases by 25%، قل نسبة 25%. بقى الفلوسيتي بقت قد ايه؟ اللي هو الفلوسيتي في الجلاس 75%، اللي هي 0.75 من السبيد اوف لايت. يبقى ال V2 دي هتبقى 0.75 من السي. يبقى ده هيروح مع ده. يبقى اذا انا لو عايز ال N2 هتبقى 1 على 0. كام 75. 1 divided 0.75 هتطلع 4 over 3. يبقى انا كده جبت الريفراكتيف اندكس بتاع مين؟ بتاع الجلاس. ماشي. دلوقتي بقى نبتدي نحل الويكلي اسسمنت. تعال نشوف اول سؤال بيقول لي if the mirror rotates around point. الميرور روتيشن دي حته مهمه دي. ماشي. هتلف في فاليو قد ايه؟ 10 degrees clockwise. هو بيقول لك بقى الريفلكتد لايت راي هيروتيت بقد ايه. طب تعال نشوف هي الانجل كام؟ 60 و60. يبقى ادي الميرور، وادي ايه النورمال بتاعها، وادي اللايت اهو. ده الانسنس هنا ب 60، والريفلكتد بتاعه بكام؟ 60. ده الوضعيه الاولى. طب بعد كده قال لك الميرور هتروتيت. الميرور لما هتروتيت هتيجي مثلا كده، ودي هتيجي كده. ده البوزيشن الاولاني بتاعها. تعال نقطعه عشان برضه تقدر ايه تفرق. ده البوزيشن الاولاني اللي بالعرض، وده البوزيشن التاني. هي لفت ب 10 ديجريز، يبقى النورمال هيحصل له ايه؟ هو كمان هيلف بكام؟ 10 ديجريز. كلام جميل. يبقى كده الانجل اوف انسنس الجديده لازم تبقى بكام؟ 70 ديجريز. طب حلو. كده لحد قبل ما الريفليكشن يتحرك الانجل دي كانت بكام؟ 50. ليه؟ مش النورمال كان هنا؟ انا لفيت 10، فانا قربت على على الريفلكتد لايت راي ب 10. طب هل بقى الانجل اوف ريفليكشن دي او اللايت الريفلكتد لايت راي هيفضل زي ما هو؟ لا، الانجل اوف ريفليكشن هتزيد تبقى 70. ده مكان اللايت الجديد. فالانجل بتاعت الريفلكتد لايت راي بقت بكام؟ 70. يبقى فعلا كده الانجل اوف انسنس ب 70 والريفلكتد ب 70. حلو كده بقى. هو الريفلكتد لايت راي لف بقد ايه؟ ب 20 ديجريز. تمام. فالانسر هتبقى نمبر دي. فحلوه الحته دي. تعال ارسمها لك تاني لو انت الرسمه دي ملخبطاك. ده البوزيشن القديم بتاع الميرور، وده اللايت، ودي 60 ودي 60. ماشي. بعد كده البوزيشن الجديد دي الميرور دي هتلف تبقى هتلف 10 ديجريز كده في الاتجاه ده. فالنورمال هيلف برضه هو كمان 10 ديجريز بالشكل ده. تمام. فالانجل دي بقت بكام؟ بقت ب 50. طيب كده اللايت نفسه الريفلكتد لايت راي هيلف يبقى بكام؟ ب 70. يبقى الانجل بين النورمال والريفلكتد الجديد لازم يبقى 70. يعني اللايت ده يجي كده، خليه زي ما هو. اللايت ده يجي كده. حلو. فالانجل دي بقت ب 70. طب هي كانت هنا الانجل كانت كام؟ 50. فزادت كام؟ زادت 20 علشان تبقى الانجل اوف ريفليكشن الجديده ب 70. فاذا الانسر هتبقى نمبر دي. ماشي. اللي بعده قال لك the ratio between the angle of incidence passing in the glass refractive index ب 1.5 والangle of refraction of water ratio. طب انت اوريدي عارف ان N2 على N1 equal sin phi على sin theta. حلو. ال N1 دي اللي هي بتاعت الجلاس اللي هو قال لك 1.5، يبقى دي 1.5. وال N2 بتاعت الووتر 1.33. طيب الريشيو دي كلها هتبقى more ولا less than 1؟ تعال نشوف. 1.33 على 1.5 اكيد less than 1 يعني. طلعت 0.8، 0.86. طيب يبقى اكيد الفاي اصغر من مين؟ من الثيتا، صح؟ فبالتالي الريشيو بين الانجل اوف انسنس والانجل اوف ريفراكشن هتبقى less than 1، والانسر هتبقى نمبر ايه. او حاجه بقى تاني، الان والثيتا كده كده احنا عارفين ان هم انفرس. اللايت جاي من الجلاس للووتر، فالان قلت، يبقى الثيتا هتزيد. فالرقم اللي تحت اكبر من الرقم اللي فوق، فالنسبه ما بينهم لازم تبقى less than 1.
ماشي اللي بعده. هنا بيقول لك in the figure show the value of angle of reflection of the light على mirror B، وعايز الانجل of reflection هنا بكام؟ طب تعالى نشوف. اللايت نازل كده بانجل 70، فالانجل اللي جوه دي ب 20. ماشي، فاللايت هيرفلكت بكام؟ 70 كمان، فدي ب 70، فاللي جوه دي هتبقى بكام؟ ب 20. حلو، كلام جميل. في التراينجل ده المفترض لو دي 20 ودي 70 يبقى 90، يبقى المفروض اللايت هنا يبقى الانجل بكام؟ ب 90. يبقى هل المسار ده صح؟ لا، غلط. فبالتالي اللايت ده المفروض ينزل كده. ليه يا مستر؟ علشان دي كده كده ب 70، واللي جنبها دي ب 20. ففي التراينجل ده 20 و 70 90، يبقى الانجل دي لازم تبقى هي كمان بكام؟ ب 90. يبقى اللايت بقى نزل ازاي؟ ما ده النورمال، فطالما النورمال هو على اللايت فالفاي بكام؟ بزيرو. فالانجل اوف انسنس على ميرور بي هتبقى بزيرو، والانسر هتبقى نمبر ايه. ماشي اللي بعده. قال لك you know that the speed of light in a vacuum بالرقم ده. ماشي، ايه لازمة الرغي ده كله؟ بس تمام. والسبيد في الاير less than by approximately، يعني هو جاب لك الريشيو بين الفاكيوم والاير. هو عايز الابسوليوت ريفراكتيف اندكس بتاع الاير. طب N2 على N1 equal V1 على V2. عشان ما تلخبطش، ال N الاولاني ده الفاكيوم اللي هو كده كده ب 1، بس احنا مجازا في الاسئله بنقول ال N بتاعت الاير زي الفاكيوم ب 1، لكن الادق الفاكيوم هو ال N بتاعته ب 1، ال N بتاعت الاير تقريبا 1. ماشي، فانا عايز ال N بتاعت الاير اللي هي ال N2. طب ال V1 اللي هي 2.99799245 تايمز 10 باور 8. طب ال V2 قال لك لز باي الرقم ده، يعني قلت بمقدار 90 كيلومتر بير سكند. يعني ايه؟ يعني ال V2 هنعمل ده ماينس ده. طيب الرقم الكبير ده يعني عك الصراحة، بس تمام يعني، وعايز يوصل لرقم دقيق يعني 2.99792458 تايمز 10 باور 8. ده السبيد اوف لايت في الفاكيوم ماينس المقدار اللي قال اللي هو 90 كيلومتر، يبقى ماينس 90 كيلومتر يبقى تايمز 10 باور 3، هتطلع ب 2 بوينت، لا ثانية عشان 2.997. ماشي، يبقى 2.997، عايز نكتبها بقى بالظبط 0.2458 0.2458 تايمز 10 باور 8 برضه. صح؟ تمام. فهو بقى عايز ال N بتاعت الاير دي، فاخد الرقم ده على الرقم ده. ماشي، يبقى احنا هنعمل 2.99792458 تايمز 10 باور 8 على الانسر، تطلع ب 1. فالريشيو دي هتبقى بكام؟ ب 1. فبرضه الابسوليت ريفراكتيف اندكس الاير ب 1. الفرق بقى، فرق فين اصلا الفرق؟ دي 7 9 ودي 9 ودي 0، يعني اللي هو احنا بنتكلم في 300، يعني 3 مليون متر في الثانيه. فانا كده كده عرفت ان ال N بتاعت الاير بكام؟ ب 1. دي اول واحده. تاني واحده عايز ايه؟ can its value be considered equal yes we can. فاللفه دي كلها علشان ايه؟ نقدر نعتبرها ب 1. السؤال ده بيقول لي ايه؟ The figure show a mirror tilted from horizontal by 30 degrees. يعني mirror دي مايلة ب 30 بس هنا 40. قال لك noting the diagram indicates. يعني انا امشي ورا مين؟ انا مش همشي ورا ال 30، احنا هنعتمد ال 40. يعني الميرور دي مايلة في 40. ماشي. قال لك if the light ray falls on the mirror such that the reflected ray is parallel. هنا دي جملة مهمة. reflected ray parallel to the horizontal، يعني اللايت نزل كده وعمل ريفليكشن كده كده بالظبط. فقال لك الريفلكتد لايت راي اللي هو ده باراليل لمين؟ للهوريزونتال. حلو، يبقى انا كده عملت ايه؟ حرف زد الترنيت، يبقى الانجل دي 40، يبقى الانجل دي بكام؟ الصغيره دي ب 40. كلام جميل. فين النورمال عشان نحدد الانجل اوف انسنس؟ النورمال كده، النورمال بيربنديكولار على الميرور. طب لو دي 40 يبقى الانجل اللي جنبها بكام؟ 50. دي مين؟ دي الانجل اوف ريفليكشن
اللي هي الثيتا 2. حلو، يبقى الثيتا 1 بكام؟ 50. يبقى الثيتا اللي هو عايزها دي بكام؟ ب 40. هو بقى عايز ايه؟ so the angle of reflection equal كام؟ الانجل اوف ريفليكشن اللي هي 50. 50، فالانسر هتبقى نمبر دي. تمام. هو عايز فعلا الانجل اوف ريفليكشن. طيب اللي بعده، هنا بيقول لك in the figure shown if the indicated light ray parallel to the mirror. يعني اللايت ده parallel mirror. حلو، استفدت انا ايه؟ طالما ده parallel ده ودي ب 30 يبقى اللي فوق برضه بكام؟ ب 30. دي ب 30 degrees. calculate the value of angle of reflection من mirror B. يعني الميرور اللايت هينزل على mirror B بانجل كام؟ طيب تعال نرسم نورمال perpendicular على الميرور، يبقى دي ب 60. يبقى اللايت هيرفلكت بكام؟ 60. طب هينزل بقى ازاي؟ هل هينزل perpendicular ولا مايل؟ نشوف. طبقا للأرقام دي هتبقى ب 60 ودي هتبقى ب 30. فأنا كده عارف في التراينجل ده طالما دي ب 30 ودي ب 30 من 180 تبقى دي 120. هل دي شكل انجل 120؟ لا، دي شكلها 90 بالنسبة لي. فبالتالي اللايت هيبقى نازل عامل كده شوية عشان الانجل دي تبقى ب 60 ودي ب 30 والانجل دي تبقى شكلها 120 فعلا. طيب هو بقى عايز الانجل اوف انسنس على الميرور دي، فنضطر نعمل هنا ايه؟ نورمال. ادي النورمال اهو. كده كده دي بكام؟ النورمال خدنا من ال 120 90. يبقى الانجل اوف انسنس اللي هي الثيتا الجديدة هتبقى بكام؟ ب 30. تمام، يبقى انا كده جبت الانجل اوف انسنس الجديدة ب 30. فالانسر هتبقى نمبر بي. تعال اسألك سؤال بهدية. اللايت ده هينزل على الميرور ايه تاني بانجل كام؟ اكتب لي في الكومنتات، واول 10 هيجاوبوا صح هياخدوا برضو كود حصة مجاني. عشان المرة اللي فاتت لما عملت كل اللي جاوب صح اديته كود مجاني، لقيت ان ايه الموضوع جاي عليها بخسارة يعني. بس مفيش مشكلة، اول 10 هيجاوبوا صح هياخدوا كود مجاني الحصة اللي هم عايزينها. ماشي، اللي بعده. هنا بيقول لي light ray falls on mirror falls from air. ماشي. into water. ماشي. so its periodic time. ايه البريود؟ ما هو نفس اللايت ده زي السؤال اللي جه في الهوم ورك. طالما نفس اللايت يعني نفس السورس، فالفريكونسي ثابت. وطالما الفريكونسي ثابت يبقى البريودك تايم ثابت، لان الفريكونسي الريسبروكال بتاع البريودك تايم. فالبريودك تايم او الفريكونسي هيفضلوا زي ما هما. فالانسر هتبقى نمبر سي. السؤال ده بيقول لي ايه؟ when light travel from air to water its speed decreased by 1/3 and when it travel from air to glass the speed decreased by 25%. لا، السؤال ده غلط. يعني بدل الووتر دي جلاس ينفع يتبدل، وبدل الجلاس دي ووتر. ليه يا مستر؟ لان ال n انفرسلي مع الثيتا وانفرسلي مع السبيد. يعني ايه؟ يعني انت اوريدي عارف ال n بتاعت الجلاس اكبر من ال n بتاعت الووتر، يبقى الثيتا او الفلوستي بتاعت الجلاس لازم تبقى اصغر من الفلوستي بتاعت الووتر. فما ينفعش الووتر تقل التلت والجلاس يقل الربع. المفروض العكس، ان الجلاس يقل التلت والووتر هي اللي تقل الربع. تمام. طيب ما علينا، تعال نكمل بقى نشوف بقى على الكلام ده. وقال لك اتنقل من اير للوتر والسبيد قلت التلت. طيب فانت اوريدي بقى عارف الان بتاعت الجلاس هتساوي السي على الفلوسيتي بتاعت الجلاس. السي زي ما هي، الفلوسيتي بتاعت الجلاس هو قل التلت يعني بقت تلتين، يبقى 2 over 3 سي. فالسي هتروح مع السي، يبقى في الاخر من هنا اقدر اجيب الان بتاعت الجلاس تبقى 1 على 2 over 3 اللي هي 3 على 2 اللي هي تبقى ب 1.5. وده منطقي لان الان بتاعت الجلاس ب 1.5 مش 1 مش 1.3 مثلا. طب تعالى بنفس المنطق نجيب الان بتاعت الووتر، هتبقى سي في الفلوسيتي بتاعت الووتر دي زي ما هي سي. الفلوسيتي قلت بمقدار الربع، يعني هي بقت ايه؟ التلات ارباع. يعني هتبقى 0.75 سي، فالسي هتروح مع السي. فمن هنا نقدر نجيب ال n بتاعت مين؟ الووتر. تبقى ب 4 over 3. كده جبت ال n بتاعت الووتر وال n بتاعت الجلاس. تمام؟ تمام. هو بقى بيقول لي ايه؟ what is the decrease in speed when it travels من الووتر للجلاس. يعني عايز بقى السرعة تقل من لما تنقل من الووتر للجلاس بقد ايه؟ طيب يا سيدي ماشي سهل.
احنا ممكن نجيب السبيد بتاع دي والسبيد بتاع دي طبقا للN، وبعد كده نعملهم ايه ماينس. يعني ايه؟ يعني من نفس الرول ده احنا لسه جايبين الN بتاعت الجلاس اللي هي 1.5 equal السي اللي هي 3 times 10 to the power 8 على مين؟ الفي بتاعت الجلاس. من هنا اقدر اجيب الفي بتاعت الجلاس، ده 3 times 10 to the power 8 divided 1.5 هتطلع 2 times 10 to the power 8. ده الفلوسيتي بتاعت الجلاس. وبالنسبة للووتر نفس الكلام، تبقى 4 over 3 3 times 10 to the power 8 على الفلوسيتي بتاعت الووتر. فمن هنا نقدر نجيب الفلوسيتي بتاعت الووتر، يبقى نفس الرقم بس divided 4 over 3 هتطلع 2.25 times 10 to the power 8. ماشي كده، معايا دي ومعايا دي، نعملهم ايه بقى ماينس، لانه عايز الديفرنس في الفلوسيتي هتقل قد ايه. طيب فهناخد الانسر ده ماينس 2 times 10 to the power 8 هتطلع 2.5 times 10 to the power 7. طب لو انا عايزها to the power 8، لا خليها، او 25 times 10 to the power 6 متر per second. يبقى ده فرق السرعة ما بين الووتر فرق السبيد ما بين الووتر وما بين الجلاس. تمام. اللي بعده ندخل في جروب سي. بيقول لي light travels between two transparent media of different optical densities non-zero angle of incidence. ماشي. if you know that the ratio between the wavelengths of the light in the first medium اللي هي لامدا 1 للسكند medium 3 over 2، يعني لامدا 1 على لامدا 2 ب 3 over 2. ده معناه ايه؟ ايه اللي حصل للويف لينس؟ الويف لينس قل. طب تعالى نشوف الريليشن. مش ال n inversely مع الفلوسيتي، ونفس الكلام مع الثيتا، ونفس الكلام مع الويف لينس. يبقى طالما الويف لينس قل يبقى الثيتا هتقل، يبقى الفلوسيتي هتقل بس الريفراكتيف اندكس هيزيد. كل ده ينفع. طيب بيقول لك ايه then the light ray expected to undergoes total internal reflection. لا ده لسه هناخده. refracted away from normal، مش الانجل هتقل يبقى هيقرب اكتر من النورمال مش هيبعد. refracted toward normal صح. pass through without undergoes of any refraction غلط. طالما الويف لينس اتغير يبقى السرعة اتغيرت، يبقى اكيد غير الميديا. ماشي، فانا كده عرفت الانسر هتبقى نمبر سي. هنا ماشي light falls on horizontal mirror A at angle كام 45. فين؟ هو رسمها لي. then reflected to mirror B، بعد كده نزل كده كده خبط في B. reflected بقى ازاي؟ parallel to mirror A، يعني اللاين ده parallel ده. طب ما حلو ده، يبقى انا عارف ان دي عملت ايه؟ حرف يو. ده جامد قوي الكلام ده. يبقى انا عارف ان التو انجلز دول بلس الانجل دي سميها اكس مثلا ب 180، يبقى 2 فاي بلس اكس ايكوال ايه 180. حلو. هو عايز الانجل اوف انسنس على ميرور بي ايكوال كام اللي هو الفاي. طب واحده واحده، اللايت هنا نازل ب 45 يبقى هيرفلكت ب 45، يبقى الانجل دي بكام ب 45 اللي هي الاكس. طب ما خلاص طالما الاكس ب 45 ديجريز يبقى انا اقدر اجيب الفاي. شيفت سولف يا عم، ما تقعدش تودي وتجيب. يبقى 2 الفا اكس بلس 45 الفا ايكوال 180 تطلع 67.5 ديجريز. انا كده عرفت الانسر هتبقى نمبر سي. السؤال ده بيقول لي ايه the ratio between sin الانجل اوف انسنس. اللايت جاي منين؟ من الجلاس، الان بتاعته بدي، لساين الانجل اوف ريفراكشن اللي رايح للووتر. طب انت اوريدي عارف اللايت جاي من الووتر، سوري من الجلاس للووتر. ماشي، يبقى ان ووتر اللي هو ان 2 على ان جلاس بتساوي ساين فاي على ساين سيتا. الفاي دي اللي هي في الجلاس والسيتا دي اللي هي في الووتر. تمام. ال N ووتر بكام؟ ب 1.33 وال N بتاعت الجلاس ب 1.5، فالريشيو دي less than 1. فالنسبة بين ساين فاي على ساين سيتا لازم برضه هي كمان تبقى ايه؟ less than 1، والانسر هتبقى نمبر ايه. ماشي نكمل. قال لك if you know that the speed of light في الاير بالرقم ده، ده السي. ماشي. and refractive indices of alcohol
والجلاس بالرقم ده والرقم ده، ماشي، يعني ده ان الكحول مثلا ان ايه 1.47 والان بتاعت الجلاس ب 1.5. ماشي. find the speed of light في الالكحول. طيب ناخد الريشيو، يبقى ان الكحول على ان اير بتساوي السي على السبيد اوف لايت في الالكحول. بس كده، دي اول واحدة. كده كده ده ب1 وده 1.47 والسي قال لك ب 3 times 10 to the power 8، فاقدر اجيب ال V في الالكحول تبقى 3 times 10 to the power 8 divided 1.48 1.47 هتطلع ب 2 times 10 power 8 بالتقريب، يعني 2 times 10 power 8. كده جبت الفلوسيتي ايه في الالكحول. ماشي، دي اول واحدة. بعد كده عايز السبيد اوف لايت في الجلاس، هنعيد نفس الرول تاني. خلاص، يبقى ال N بتاعت الجلاس بتساوي السي على ال V بتاعت الجلاس. فمن هنا اقدر اجيب بقى ال V بتاعت الجلاس على طول. هتبقى نفس السبيد اوف لايت بس divided 1.5، هتطلع ب 2 times 10 power 8. يبقى علشان افرق بقى ما بينهم لازم ناخد دي بالتقريب، اللي هي 1.47 تطلع 2.04 times 10 power 8. ماشي، يبقى نشيل دي، يبقى 2.04 times 10 power 8. يعني دي الفلوسيتي في الكحول ودي الفلوسيتي ايه في الجلاس. ماشي، عشان ما نزعلش حد. وعايز الريفراكتيف اندكس from الكحول للجلاس. ماشي، يبقى انا جاي من الكحول للجلاس هتبقى ان جي ان جلاس على ان ايه، يعني 1.5 divided 1.47 تطلع 1.02. ماشي، دي تالت حاجة. رابع حاجة refractive index من الجلاس للكحول. ماشي، يبقى ان من جي للالكحول، تعالى نكتبها هنا، تبقى ان الكحول على ان جلاس تبقى less than 1 كده كده، اللي هي 1.47 divided 1.5 تبقى 0.98. دي A وده B وده C وده D. في النموذج الاسترشادي الأول اللي هو 15 سؤال، تعال نشوف أول سؤال بيقول ليه. Person pulls a box ground at constant speed. constant speed ليها معنى كبير، طالما السرعة ثابتة يبقى سيجما F equal 0. مين سيجما F؟ مجموع الفورسز اللي بتأثر على البتاع ده. طب ايه الفورسز اللي بتأثر على البتاع ده؟ بص يا سيدي، ادي البوكس اهو. أول فورس بتأثر عليه اللي هو شديدها في الاتجاه ده اللي هي الإف، بس هي عاملة أنجل اللي هي 37. ماشي، يبقى الفورس في الاتجاه دي ممكن نعمل لها اناليسز، يبقى تبقى اف كوساين سيتا وهنا تبقى اف ساين سيتا. ماشي، وايه تاني بيأثر على الاوبجكت ده؟ الويت. وايه تاني بيأثر على الاوبجكت ده؟ الفريكشن، لو قال لك في فريكشن فورس. يبقى انا كده عندي فور فورسز والويت قدامه ايه؟ الرياكشن اللي هو الاف ان. تمام. تمام، دي كل الفورسز اللي بتأثر عليه. معلش بشرحها بالتفصيل بس عشان تبقى انت برضو فاهم بالتفصيل. طيب هنا بيقول لك ايه؟ using force F اللي هي دي if the friction force in opposite motion 20 نيوتن. يبقى انا خلاص عرفت ان الفورس اللي هنا اللي هو الفريكشن ب 20 نيوتن. انا كده كده عارف ان ده قد ده وده قد ده وبيكنسلوا بعض ان هم عكس الاتجاه. وكده انا عرفت حاجه، كون ان سيجما اف ايكوال 0 ان الفورس اللي بتشد اليمين قد الشمال والفورس اللي بتشد لفوق قد اللي تحت. يبقى انا كده اقدر اقول ان اف كوساين سيتا ايكوال كام؟ 20. يبقى لما اف كوساين سيتا اللي هي ب 37 ايكوال 20 نيوتن، يبقى اقدر اجيب الفاليو بتاعت الاف، هتبقى 20 على كوساين 37 ديفايدد كوساين 37 هتطلع ب 25. يبقى الفورس اللي معايا بكام؟ ب 25 نيوتن. حلو، جيفن حلو. يبقى انا كده جبت الاف دي ب 25. نمسح بقى دي وتبقى دي ب 25. حلو حلو.
بعد كده قال لك الماس بتاع البوكس ب 30، ماشي مديني الماس. then the magnitude of force F، ماشي، والفورس اسمها F اللي جبناه خلاص ب 25. the work done by F on the box when it moves the distance كام 5 meters. حلو قوي الكلام ده، يبقى انا عايز الورك. طب مش الورك بتبقى F دي كوساين سيتا؟ الفورس ب 25 والديستانس هو قال لك انها 5 كوساين كام 37، يبقى 25 times 5 كوساين 37 تطلع 29.8 ولا 100 يعني 100 جولز. يبقى انا كده جبت اول حاجه مين الورك، او اصلا ده اللي عايزه يبقى 100 جولز، يبقى دي تنفع ودي تنفع، يبقى هي استبعدت بي وسي. بعد كده عايز ايه؟ اه عايز الاف اللي احنا اصلا جبناها ب 25، ماشي يا عم، يبقى 25 و 100. تمام، فانا كده عرفت الانسر هتبقى نمبر دي. يبقى فعلا هو كان عايز الاف وكان عايز ايه الورك. السؤال ده بيقول لي ايه؟ a man left a bucket of a weight بالرقم ده الويت. هو عايز الورك done، او بيقول لك if the work done ب 8 كيلو جول. هو عايز الدبس. طب ما انت اوريدي عارف ان الورك ايكوال مين اف دي. الورك اللي هو 8 كيلو جول، يبقى 8 times 10 باور 3. الفورس اللي هي الويت ب 200 دي، فانا من هنا اقدر اجيب الدي اللي هي 8000 على 200 تبقى 40 مترز. تمام، فانا كده عرفت الانسر هتبقى نمبر بي. السؤال ده بيقول لي ايه؟ an object with a mass 2 kilograms، ماشي، falls freely from rest. يعني الاوبجكت موجود هنا هينزل من ريست، وطالما الريست يبقى الفلوسيتي بزيرو، يبقى بالتالي الكاينيتيك انرجي بزيرو من هايت 80 مترز. يبقى انا كده عارف ان الميكانيكال انرجي بتساوي البوتنشال انرجي ماكسيمم اللي هي ام جي اتش. الماس ب 2 والجرافيتي ب 10 والهايت ب 80. جرافيتي ب 10 اهي. اذا الميكانيكال انرجي هتطلع 2 في 1600 جول. كده جبت مين الميكانيكال انرجي. تمام، هو بقى عايز ايه؟ هو عايز الكاينيتيك لما الاوبجكت فولينج ديستانس 25. يعني لما الكرة دي تمشي ديستانس، يعني هو يمشي مسافة 25 مترز، يبقى الكرة هتبقى هنا. الهايت الجديد بقى هيبقى بكام؟ هي دي الفكرة. الهايت الجديد هيبقى 80 minus 80 minus 25 55. حلو، فطالما معايا الهايت الجديد اقدر اجيب الكاينيتيك الجديدة. ازاي؟ مش انت اوريدي عارف ان الميكانيكال انرجي بتساوي البوتنشال الام جي اتش بلس الكاينيتيك اللي هو هاف ام في سكوير. فدي كده كده 1600، الماس ب 2 والجرافيتي ب 10 والهايت ب 55 بلس الكاينيتيك انرجي. فبالتالي نقدر نجيب مين الكاينيتيك انرجي. فتبقى 1600 الفا ايكوال 2 تايمز 10 تايمز 55 بلس الفا اكس. فتطلع الالفا اكس اللي هي الكاينيتيك 500 جولز. فانا كده عرفت الانسر هتبقى نمبر بي. تمام. قال لك a ball fall on the ground from height كام 5 meter using energy concept. هو عايز ال speed of the ball just before hit the ground. طب انت اوريدي عارف الاوبجكت اللي هينزل من فوق لتحت، هو فوق عنده البوتنشال انرجي ايه ماكسيمم، وقبل ما يلمس الارض الكاينيتيك انرجي بتبقى ماكسيمم، والبوتنشال ماكسيمم قد الكاينيتيك ماكسيمم. يبقى بالتالي البوتنشال انرجي الماكسيمم قد الكاينيتيك انرجي الماكسيمم. طب البوتنشال انرجي الماكسيمم بكام؟ ام جي اتش، والكاينيتيك انرجي هاف ام في سكوير. هو مديني اي حاجه، كده كده الماس هيروح مع الماس، فانا مش محتاج الماس في حاجه، والهايت ب 5. طب الجرافيتي المفروض كان قال انها ب 10، ماشي 10. يبقى انا من هنا اقدر اجيب بقى مين الفي سكوير او الفي. يبقى بالتالي 10 تايمز الهايت الفا ايكوال هاف الفا اكس بار 2. فالفلوسيتي هتطلع ب 10 متر بير سكند. انا كده عرفت الانسر هتبقى نمبر سي. طبعا ده في حالة ان الجرافيتي ب 10 اللي كان المفروض يكتبها في السؤال. ماشي، اللي بعده. هنا بيقول لي an oscillating body take time of a period. الرقم ده تايم عشان ايه؟ يوصل للماكسيمم displacement away from equilibrium position. يعني لو ده oscillating body او pendulum، هو هيوصل من هنا لهنا، ده amplitude، التايم اللي خده ب 0.04. حلو، يبقى انا كده عارف ال n النمبر اوف ويفز من هنا لهنا ربع.
يبقى الربع ويف خد فيها تايم ب 0.04، يبقى البريودك تايم بكام؟ هنعمل ده اوفر ده. او طبعا بالمنطق يعني اسهل، لو الامبليتيود الواحد ده وقت الربع لفه اضربه في 4 تجيب البريودك، هي يعني. يبقى في الاخر هتطلع 0.04 تايمز 4 تطلع ب 0.16 سكند. اه عايز الفريكونسي، خلاص ما الفريكونسي هنقلب البريودك تايم، تبقى 1 على الانسر، تطلع 6 وربع هرتز. فانا عرفت الانسر هتبقى نمبر سي. هنا بيقول لك فور ترانسفيرس ويف السبيد ب 10 والفريكونسي بدي. طب ما انا اوريدي عارف مش الفي ايكوال لامدا في فريكونسي، الفلوسيتي ب 10 ودي 2.5، يبقى اقدر اجيب مين هنا؟ مين الويف لينث؟ الويف لينث هتطلع ب 4 مترز. حلو. هو بقى عايز الهوريزونتال ديستانس من A ل B. طب حلو، من A ل B، من A ل B دي قد ايه من الويف؟ تعال نعد. ادي كده ربع، نص، تلات ارباع، واحدة. ادي كده ربع، نص، يبقى كده واحدة ونص، يبقى ال N ب 1.5. كده معايا ال N والويف لينث. طب الاكس، مش الاكس اصلا، او خلينا نكتبها لك بالرول بتاع الويف لينث، مش الويف لينث اصلا اكس اوفر ان؟ يبقى انا لو عايز الاكس اقدر اقول ان الويف لينث في الان، يبقى 4 تايمز 1.5 تطلع ب 6 مترز. فالانسر هتبقى نمبر سي. السؤال ده بيقول لي ايه؟ frequency is numerically greater than the periodic time بالرقم ده، يعني الفريكونسي قد ال periodic time ومعاه 3.75. هو عايز ال periodic time equal كام؟ فانا دلوقتي عايز اعمل رول، او دلوقتي انا عندي two unknowns ده وده، فالمفروض يبقى عندي unknown واحد. فيا اما اخليهم كلهم periodic time بما ان احنا عايزين نحسب ال periodic time، يا اما اخليهم كل الايكويشن دي frequency وبعد كده اقلبها واجيب ال periodic time براحتك. انا هقلب الفريكونسي ده يبقى periodic time، يبقى 1 على t equal t plus 3.75. فانا من هنا اقدر اجيب التي بالايكويشن عادي، تبقى 1 على الفا اكس، الفا equal الفا اكس plus 3.75، هتطلع بكام؟ نيجاتيف 4. لا مش هناخد نيجاتيف، تبقى 1 over 4، يبقى ب 1 over 4 second. فانا كده عرفت الانسر هتبقى نمبر سي. السؤال ده بيقول لي ايه؟ if the frequency of the second wave less than الفيرست باي الربع. واحدة واحدة. يعني الفريكونسي الأولاني وده الفريكونسي التاني. قال لك التاني أقل من الأولاني بالربع، يعني الأولاني ده ب1 التاني ده ب0.75. تمام. هو بقى عايز الويف لينث اوف ذا سكند وعايز الويف لينث التاني بالنسبة للأولاني قد إيه. هو لازم السؤال ده يقول لك إن الميديم ثابت عشان نثبت الفلوسيتي، بس مش مشكلة، احنا بنطلع كونستانت ورول وريليشن. الكونستانت ال V equal مين؟ لامدا في نيو. كده كده انا عارف ان ال V constant، يبقى علاقة ده بده inverse. يعني عشان برضو انت تبقى عارف، طالما الفريكونسي الاولاني اكبر من التاني يبقى الويف لينث الاولاني اصغر من التاني، يبقى اكيد الويف لينث التاني اللي هو يقصده اللي هو اللامدا 2 اكبر من الاولاني، يبقى اكيد increased، فديكريزد غلط. دي اول حاجة. طب هنجيبها ازاي؟ نيو 1 على نيو 2 equal لامدا 2 على لامدا 1 equal كام؟ النيو 1 ب 1 ودي ب 0.75. تمام. يبقى انا من هنا اقدر اجيب مين؟ اللامدا 2. هيبقى 1 في ده على ده، تبقى 4 اوفر 3، ما تلات ارباع تتقلب تبقى 4 اوفر 3 لامدا 1. ماشي. يبقى ده كده الفاليو بتاع مين؟ الويف لينث التاني. طب لو عايز اجيب الفرق ما بينهم، هيبقى لامدا 2 ماينس لامدا 1. اللامدا 2 4 اوفر 3 لامدا ماينس لامدا، يبقى هتطلع بكام؟ بتلت، تلت لامدا. يبقى انا كده عرفت ان التاني اكبر من الاولاني بتلت، تلت دي اللي هي كام؟ 33%. فبالتالي الانسر هتبقى نمبر بي increased by 33%. تمام. اضربها في 100 يعني. ماشي، يبقى الانسر هتبقى نمبر بي. حلو السؤال ده. السؤال ده بيقول لي ايه؟ light ray falls on horizontal mirror at angle كام؟ 50.
اللي هو دي ماشي. as shown it reflected to fall on mirror B and reflected from it direction parallel to mirror A. يعني اللايت ده parallel للميرور دي. طب ما سهل، يعني انا كده عرفت ان ده وده وده عاملين لي حرف يو. طب ما دي اسمها سيتا، انا عرفت ان الانجل دي والانجل دي نسميها اكس، دول كلهم ب 180 صح مع حرف يو. يبقى نقدر نقول 2 سيتا بلس اكس ايكوال كام؟ 180. ماشي، هو بقى عايز ايه؟ اقول لك الانجل دي في 50 يبقى هي ريفلكتيف 50، يبقى الاكس دي في 40. حلو، فطالما الاكس دي 40 يبقى اقدر اجيب الفاليو بتاعت الثيتا. هتطلع يبقى 2 الفا اكس بلس 40 الفا ايكوال 180، تبقى ب 70. هو بقى عايز يحسب مين؟ value of theta زي ما احنا متوقعين كده، فالانسر هتبقى نمبر دي. والسؤال ده برضو جه من شوية، جه في التقييم الأسبوع السادس. ماشي، اللي بعده. هنا بيقول لك in figure 3 mirrors in which 1 و 2 و 3 perpendicular. ماشي، وقال لك perpendicular اهو. while mirror 3 make angle 50، يعني الانجل دي 50 with mirror 2. قال لك if the ray falls on mirror 1 parallel parallel ايه to mirror 3. حلو، طالما اللاين ده parallel لده، انا استفدت ايه؟ هقول لك. لو انا عملت كده ده النورمال صح؟ ده النورمال، وفي نفس الوقت هو نورمال على الميرور، وفي نفس الوقت باراليل لدي، باراليل هوريزونتال ده. فطالما دي في 50 دي برضه هتبقى بكام؟ 50 صح. يبقى انا عرفت ان الانجل اوف انسنس في 50 ديجريز. يبقى اللايت هيجي كده وهيرفلكت في 50، ودي هتبقى في 40، ودي هتبقى في 50، وده نورمال جديد. فالانجل اوف انسنس هنا هتبقى في 40، فاللايت هيرفلكت كده، فدي في 40 ودي في 50. فطالما دي في 50 ودي في 50 يبقى اللايت مش هيجي مايل كده، هيجي باراليل، يعني هيجي بالظبط باراليل عامل كده. علشان دي تبقى في 40 ودي تبقى في 50، فالانجل دي تبقى قد الانجل دي، لان ده وده هما الاتنين على نفس البلين، ودي في 50 ودي في 50، يبقى كده اللاين ده باراليل لايه؟ لده. ماشي، هو عايز ايه بقى؟ it will fall on mirror A and the angle of A. it will fall on mirror 2 اللي هي دي بانجل كام؟ 40. هو عايز الانجل اوف انسنس بس. ماشي، فالانسر هتبقى نمبر بي. تمام، اللي بعده. in the shown the speed of light in medium x equal كام؟ هو عايز السبيد في الاكس. اللايت جاي من تحت، طيب ومعانا انجل يبقى هنستخدم ساين فاي على ساين ثيتا equal v1 على v2. ال v1 بكام؟ اللي احنا اصلا عايزينها. طب ال v2 هو رايح للاير اللي هو ب 3 times 10 to the power 8. طب الفاي بكام؟ الفاي اللي هي الانجل دي اللي هي 40، والثيتا اللي هي الانجل دي اللي هي ب 60. يبقى ساين 40 على ساين 60. اوعى تتلخبط من الانجلز اللي هو مديها لك دي. ماشي، يبقى انا عايز ال v1 تبقى ساين 40 على ساين 50 على ساين 60 الفا ايكوال v1 اللي هو الفا اكس على 3 times 10 to the power 8. تطلع رقم غريب كده. اصبر نظبطه. ليه مش راضي يعني؟ طب تعالى نعملها واحدة واحدة. ساين 40 على ساين 60، معرفش الكالكوليتر فيها ايه. 0.74، يبقى 0.74 equal 1 على 3 سوري equal v1 على 3 times 10 to the power 8. فأنا من هنا أقدر أجيب مين؟ ال v1. يبقى 3 times 10 to the power 8 times 0.74 تطلع 2.22 times 10 power 8 meter per second. ماشي، فأنا كده عرفت الأنسر هتبقى نمبر دي 2.22 صح، يا أقرب واحدة. ماشي، قال لي when the angle of incidence it changes from 80 to 40. الانجل of refraction will changes
changes من كام لكام. طب انت اوريدي عارف ان n2 على n1 equal sin phi على sin ثيتا، صح؟ واللي جاب n2 يا مستر؟ ما الريشيو دي كده كده ثابته، فمهما الفاي اتغيرت هتفضل نفس الفكره، هتبقى ايكوال برضه ساين فاي على ساين ثيتا. بس مثلا دي الاولى ودي ساين فاي 1 وساين ثيتا 1، ودي تبقى ساين فاي 2 ثيتا 2، بس نفس النسب، لان الانات ثابته، الميديم ثابت، وهو كان لازم يقول لك هنا ان الميديم ثابتين يعني. طيب الفاي 1 بكام؟ ب 80، والفاي 2 ب 40، والانجل اوف ريفراكشن كانت 40، هتبقى بكام؟ كروس مالتيبليكيشن، يبقى ساين 80 على ساين 40 الفا ايكوال ساين 40 على الفا اكس، تطلع 0 بوينت، دي كلها على بعض 0.419، فاقدر اجيب مين؟ الثيتا 2. هنعمل شيفت ساين للانسر، شيفت ساين 0.419 تطلع ب 24.77 degrees. ماشي، اللي هي 24.8 يعني، الانسر هتبقى نمبر بي. ندخل على الاساي، قال لك the curve represent a wave with frequency بالرقم ده، يبقى انا معايا نيو ب 25. calculate the time interval من A ل B. طب من A ل B ده قد ايه؟ ما دي ربع ونص تلات ارباع، يعني ال N ب 0.75. يبقى انا من هنا اقدر اجيب التايم مش الفريكونسي، N على T. انت معاك الفريكونسي ب 25 ومعاك ال N ب 0.75، يبقى احسب لي التي 0.75 على 25 هتطلع ب 0.03 seconds. تمام، فانا كده جبت ايه؟ الإجابة. اللي بعده، هنا بيقول لك in the figure a light ray falls at angle كام؟ 45، يبقى دي الفاي from air onto side of parallel side glass plated ومديني ال n والثيكنس ب 3. لا تعال نرسمها بقى عشان تبقى واضحة، عشان دي لا فيها كذا فكرة. اللايت نزل كده، نرسم اللايت. أول حاجة الثيكنس قال لك إن هو ب 3 مترز، 3 سنتيمتر سوري. ماشي، اللايت نزل كده، احنا اوريدي في الاير، فطالما جايين من الاير هنرسم نورمال بالشكل ده. تعال نقطعه عشان نعرف ان ده ايه؟ نورمال. ماشي، وكده كده معانا ال n بتاعت الاير ب 1، هو مدينا ال n بتاعت الجلاس بروت 2. تمام تمام. المفروض اللايت كان هيمشي كده، تعال نقطعها برضه، ده المسار اللي كان هيمشي اللايت، لكن بسبب ان هو دخل الجلاس هيتكسر، فمشي كده. ماشي، وبعد كده اللايت خرج اتكسر من الجلاس، يا ده هنكمل بقى الباس ده كمان. ماشي، وبعد كده اللايت خرج من الجلاس، نورمال جديد اهو، يعني رسمة فيها رخامة يعني. وادي النورمال اللي هو الأسود ده، واللايت اتكسر كده، إنه خرج من الإير فسرعته هتزيد. هو عايز الديستانس دي اللي اسمها إكس. تمام تمام الرسمة. تعال نشوف الأنجلز. أول حاجة دي إيه؟ الفاي 1 الأولى، ودي الثيتا 1، وبعد كده دي الفاي التانية، ودي الثيتا التانية. ماشي، عشان نبقى إيه ماشيين تاتا تاتا كده. وممكن نكمل كمان النورمال، نمشيه كده.
عشان برضو نبقى عارفين ان احنا ايه عندنا زد، فانا عندي الثيتا 1 قد مين الفاي 2. ماشي. ماشي. هل هو مديني انجل؟ اه مديني دي 45 اللي هي الانجل اوف انسنس هنا، يبقى دي 45. كده معايا فاي ومعايا ان 1 وان 2، فاقدر اجيب مين الثيتا. صح صح. يبقى نستخدم الرول بتاعنا. خلي دي على جنب هنا، ونقدر نقول ان 2 اللي هو ان جلاس على ان اير ايكوال ساين فاي على ساين ثيتا. الان جلاس بروت 2 والان اير ب1 والفاي ب 45. فمن هنا اقدر اجيب مين الفاليو بتاعت الثيتا. تبقى ساين 45 divided روت 2. نعمل شيفت ساين للانسر تطلع ب 30، يبقى الثيتا ب 30. حلو، انا عرفت ان دي ب 30 ديجريز، يبقى اكيد برضو الانجل اللي جوه دي ب 30 ديجريز. حلو قوي الكلام ده. ماشي. انا برضو مستفيدي، انا عارف ان دي 90 ودي برضو زيها ايه 90. ماشي. هل انا هعمل حاجه باللينس ده اللي هو 3 مترز 3 سنتيمترز؟ اقدر اجيب اللينس ده. ماشي. طب وبعد ما اجيب اللينس ده، بص يا سيدي، مش اللاين ده بارلل لللاين ده؟ صح. يعني المسافه دي لو اسمها اكس، نفس المسافه دي هنا اعملها بلون اخضر، المسافه دي هنا برضو اسمها اكس. حلو حلو. طيب بص يا معلم، ده ب 3، يعني ده ب 3. شايف التراينجل ده؟ ده ب 3 وانا معايا الانجل دي 30، يبقى انا اقدر اعرف الهايبوتنس بكام ولا لا؟ اه، مش ساين 30 بتساوي الاوبوزيت على الهايبوتنس؟ اه، وكوساين 30 بتساوي الادجيسنت على الهايبوتنس. يعني كوساين 30 هتساوي الادجيسنت اللي هو 3 على الهايبوتنس، خلينا نسميه ال مثلا. تبقى ال ده اللي هو الهايبوتنس تبقى 3 ديفايدد كوساين 30، تطلع ب 2 روت 3. يبقى ال ده ب 2 روت 3. ال اللي هو مين اللينس ده 2 روت 3. ماشي. كده انا معايا ال. بص بقى الترينجل ده، ده وده وده، في اي انجل احنا عارفينها؟ اي انجل، الانجل دي ب 90. مظبوط. ما المسافة دي هي المسافة دي، وده ده باراليل، فاكيد دي ودي يعني ده مربع كده او مستطيل، فالانجل دي ب 90. شايف الترينجل ده؟ بص انا هظلله لك علشان تبقى انت برضه شايف. ده ده هنعمله بالاحمر، ده كده كده. المتظلل ده رايت انجل، وانا معايا اللينس ال ده اللي هو 2 روت 3. طب اقدر اجيب الانجل اللي جوه دي ولا لا، اللي هي الصغيره دي؟ اه. بص يا سيدي، شايف اللاين ده واللاين ده اللي هو الاكستنشن بتاع الانسيدنت لايت راي والنورمال، مش هما الاتنين في وايه؟ يعني الانجل دي 45، يبقى اللي قدامها دي بكام؟ ب 45. انا خدت منها 30، يبقى الحته الصغيره دي بكام؟ 15. ففي التراينجل ده الاكس دي بالنسبه لنا اوبوزيت، والال ده الهايبوتنس، اوبوزيت على هايبوتنس ساين، يبقى ساين 15 بتساوي الاوبوزيت اللي هو اكس على الهايبوتنس اللي هو كام 2 روت 3. فانا من هنا اقدر اجيب الفاليو بتاعت مين الاكس. هتبقى ساين 15 تايمز 2 روت 3، تطلع 0.896. ماشي، خد دي كده على جنب، يبقى 0.896 سنتيمتر. لا سؤال مش سهل، مش سهل. ماشي تمام. عيده بقى انت براحتك. اللي بعد. السؤال ده بيقول لي ان oscillating body complete full oscillation بالرقم ده، يبقى ده البريودك تايم 0.04. قال لك the sound reaches person دي distance اللي هي الاكس 216 away 0.2 ده التوتال تايم.
حلو. يبقى انا معايا التوتال ديستانس والتوتال تايم، بقدر اجيب الفي، ما الفي اكس على تي. ماشي. يعني هتبقى 216 على 0.6، تطلع 360 متر بير سكند. وهنا بقى المهم تكتب اليونت لان ده مش تشوز. طيب calculate the distance between center of the second compression التاني و center of fifth compression. يعني انا عندي كام ويف بقى من التاني للخامس، الديفرنس ما بينهم، يعني عندي 3 ويف لينث، فدي المسافة اللي هو عايزها. مش انت عارف اصلا، يعني عايزين بقى نشيل الظل ده، ان ال V equal الويف لينث على البريودك تايم، صح؟ فالفلوسيتي انا معايا ب 360 والبريودك تايم معايا ب 0.04، يبقى نقدر نجيب مين الويف لينث. يبقى 360 تايمز 0.04 تطلع 144 مترز، صح كده؟ لا 04، نسينا ال 04، تبقى 14.4، صح كده، يبقى 14.4 ايه مترز. يبقى انا عايز التلاتة ويف لينث، هضرب الرقم ده في 3، يبقى 3 تايمز 14.4 تبقى 43.2، صح كده؟ 43.2 ايه مترز. فانا كده جبت الديستانس اللي هو عايزها زي الفل. تعالى بقى نشوف الامتحان التاني بيقول لي ايه. هو مديني جراف بين الفورس وبين مين الدي، وعايز التوتال ورك دان. طب الورك دان ده بيساوي مين؟ الاف في الدي. طب الاف في الدي دي هل هتيجي بالسلوب؟ لا، هتيجي بالاريا اندر ذا كيرف. طب فين الكيرف اللي هجيب له الاريا؟ اللي هو التراينجل ده. فاحنا عايزين الاريا بتاع التراينجل ده، تمام، اللي هتبقى هاف البيز اللي هو ب 8، يبقى هاف تايمز 8 تايمز الهايت اللي هو الارتفاع ده اللي هو ب 20، يبقى 4 تايمز 20 تبقى ب 80 جولز. تمام، فانا كده عرفت الانسر هتبقى نمبر سي. ماشي، اللي بعده. هنا بيقول لي تو بوكسز A و B زي ما احنا شايفين كده، الماسز واحد ب 5 واحد ب 3 respectively placed at a height 2 meters. بوكس A محطوطة على 2 meters from the ground، ماشي، while بوكس B على height 3 meters، ماشي. ممكن اجيب البوتنشال لكل واحد. هو بقى ايه بيقول لي ايه؟ to make the potential energy of box A equal 2 over 3 potential of B. يعني هو عايز البوتنشال انرجي بتاع بوكس A تساوي تلتين البوتنشال انرجي بتاع مين؟ بوكس B. ماشي. بوكس B must move to by، هو بقى عايز يحرك بوكس B، خلاص يبقى ده MA في الجي في الهايت بتاع ال A equal 2 over 3 MB في الجي في الهايت بتاع ال B. كده كده اللي ثابت الجرافيتي. الماس بتاع A قال لك ب 5، والهايت بتاع A مش هيتغير اللي هو ب 2 equal 2 over 3 الماس بتاع B ب 3، الهايت بتاع B اللي احنا عايزينه الهايت الجديد، فانا من هنا اقدر اجيب مين؟ الهايت بتاع B. طيب كده كده دي هتروح مع دي ودي هتروح مع دي، يبقى الهايت بتاع B ب 5 مترز. هو بقى عايز يتحرك قد ايه؟ هو اصلا على هايت كام؟ 3 مترز، عشان يبقى على هايت لازم يطلع لفوق 2 مترز، يبقى يتحرك 2 مترز upwards. تمام، سؤال لطيف برضه. اللي بعده. هنا بيقول لي an object moves horizontally at constant speed. طالما constant speed يبقى سيجما اف بكام؟ بزيرو. ماشي. influence of horizontal force F of 10 نيوتن. يعني مثلا الاوبجكت ده بيأثر عليه فورس في الاتجاه ده ب 10 نيوتن. ماشي. وهيتحرك 5 مترز، والديستانس اللي هيتحركها ب 5 مترز. ماشي. which of the following statement is incorrect؟ احنا عايزين الجملة الغلط. طب واحدة واحدة، هو اصلا ايه الجمل الصح؟ تعالى نعمل اناليسيس كده للاوبجكت ده. اول حاجة الفورس هنا ب 10 والديستانس ب 5، يبقى نقدر نجيب الورك هتبقى 50 جولز. وطالما في اكشن وهو سيجما اف ايكوال 0، يبقى اكيد في فورس بتشد الناحية التانية اللي هو الفريكشن، برضو بنفس الرقم بس بالنيجاتيف، يعني فريكشن هنا هتبقى بنيجاتيف 10 نيوتن، يبقى الورك بسبب الفريكشن هتبقى نيجاتيف 50 جولز. تمام. طب بالنسبة للويت، في ويت للأوبجكت ده بيساوي الماس في الجرافيتي بتاعته. طب الورك اللي على الويت
مفيش work. ليه؟ لأن اتجاه الحركة في الاتجاه ده الديستانس، وده الويت، فالانجل ب 90. فبالتالي الويت، الورك دان هيبقى الويت في الديستانس كوساين سيتا اللي هي كوساين 90، فبالتالي الورك هنا يبقى بإيه؟ بزيرو. وبالتالي برضو نفس الكلام الرياكشن فورس اللي هي الاف ان، برضو الورك بتاعها هيبقى بزيرو، لان برضو الانجل بين الرياكشن فورس والديستانس بزيرو، لان دي كده كده اتجاه الديستانس اللي هو قال لك انها 5 متر. فدي كل الجمل الصح. تعال نشوف بقى بيقول لك ايه. the work done by F equal 50 جولز. صح. فدي اول جملة صح، مش هينفع اختار، يبقى الاجابة دي غلط. the work done by friction force negative 50، دي برضو الجملة دي صح، مش هينفع اختار. the work done by the force of gravity equal 0، اللي هو الويت، الورك بتاعه بزيرو، فالجملة دي صح، مش هينفع اختار. the total work done by horizontal forces equal 100 جولز. بص بقى، التوتال فورس، او عايز سوري التوتال ورك باي هوريزونتال فورسز، الهوريزونتال فورسز اللي هي دي ودي. طب ما الفورس كده هتبقى بكام؟ بزيرو، لان هنا بيشد ب 10 وبيشد ب 10، فالسمشن سيجما اف ايكوال زيرو اصلا. فطالما الفورس بزيرو يبقى الورك بزيرو، فما ينفعش تكون ب 100. فاذا الانسر دي هي ايه؟ الاختيار الصحيح. تمام. اللي بعده قالك if the potential energy of free falling object، طالما free falling يبقى الفلوسيتي بتاعته بزيرو، وطالما الفلوسيتي بتاعته بزيرو يبقى الكاينيتيك انرجي بزيرو. تمام. قالك هتحسب من الريليشن دي، يبقى الميكانيكال انرجي اللي هي البوتنشال انرجي بتساوي 10 اتش. 10 اتش اللي هي مين؟ ام جي، ام جي اتش. فكده كده الاتش مع الاتش، فانا كده عرفت ان الام جي اللي هو الويت بكام؟ ب 10 كيلو جرامز. وهو حبيب قلبي مديني الجرافيتي، طب ما الجرافيتي ب 10، يبقى خلاص عرفت ان الماس ب 1 كيلو جرامز. ماشي. وعايز الكاينيتيك انرجي when the speed reaches كام؟ 6 متر بير سكند. طب بسيطة، يبقى الكاينيتيك انرجي ايكوال هاف ام في سكوير، يبقى هاف الماس ب 1، الفي ب 6 بار 2. ماشي. يبقى انا كده اقدر اقول هاف تايمز 6 بار 2 تطلع ب 18 جولز. فانا كده عرفت الانسر هتبقى نمبر سي. ماشي. قال لك if the ratio between the frequency of oscillating body والperiodic time بالرقم ده، يبقى هو مديك ريشيو بين الفريكونسي والبريودك تايم ب 49 اوفر ايه؟ اوفر 4 سكند نيجاتيف 2. طب تعالى نفهمها دي كده. احنا عندنا كام انون؟ اتنين، المفروض يبقوا كام؟ واحد. يا اما تشيل دي وتجيب تحط مكانها حاجه فيها periodic، يا اما تشيل دي وتحط مكانها فيها frequency. يعني السؤال ده ليه تلات حلول. تلاتة يا مستر. وان الفريكونسي على التايم بتساوي 49 اوفر كام؟ اوفر 4. الحل الاول نشيل ده ونحط مكانه 1 اوفر تي، فبالتالي هتبقى 1 اوفر تي سكوير ايكوال 49 على 4. فمن هنا نقدر نجيب البريودك تايم اللي هتطلع 1 اوفر تي بار 2 الفا ايكوال 49 على 4. يبقى 49 صح، 49 على 4 صح، يبقى هتطلع البريودك تايم ب 2 اوفر 7. خليها 2 اوفر 7. ده اول واحد. كده جبت البريودك تايم. طيب او ممكن نشيل البريودك تايم ونحط 1 على ايه؟ فريكونسي، فالفريكونسي يطلع يتضرب فوق، تبقى فريكونسي بار 2 ايكوال 49 على 4. فالفريكونسي هيطلع بكام؟ ب 7 اوفر 2. ده يا مستر مش حل، لو مش عايز ولا الفريكونسي ولا البريودك تايم اتقل عليا. بس اللي انا عايز اقوله من الاثنين دول، ازاي هنا اليونت طلعت سكند نيجاتيف 2؟ لان هنا 1 على تي سكوير بالرقم ده، والتايم بيتقاس بالسكند، فتبقى سكند بار 2، بس عشان مكتوبه تحت لما تطلع فوق تبقى بنيجاتيف 2. انا كده فهمتك اليونت. كده جبنا ده وده. طب ايه الطريقه التالتة؟ واصلا الطريقتين دول مبنيين على ايه؟ ان انت بتخلي بدل ما يبقى عندك تو انونز يبقى انون واحد. طب هنا ممكن نعمل ايه؟ مش الفريكونسي ده ان على تي، والبريودك تايم تي على ان، صح؟ يبقى انا من هنا اقدر اقول ان هتبقى ان على تي، خلينا نكتبها واحده واحده.
n على t divided t على n، يبقى ممكن divided دي تبقى times وتبقى n على t برضو، يعني في الآخر هتبقى n بار 2 على t بار 2 equal 49 على 4. هو بقى عايز ايه؟ هو عايز التايم required عشان نعمل 21 oscillations. خلاص يبقى ال n، خلاص انا عرفت ان ال n دي ب 21، يبقى انا من هنا اقدر اجيب مين؟ ال t على طول، اللي هتبقى 21 بار 2 على الفا x بار 2 الفا equal 49 على 4، تطلع ب 6 seconds. تمام، فانا كده عرفت الانسر هتبقى نمبر ايه. او ممكن من هنا، ما انت جبت البريودك تايم ومديك ال n، تجيب ال t small هتعمل برضو هتضرب ده في ده، وهكذا ممكن تجيبه من الرول بتاع الفريكونسي، فمش فارقه في حاجه. المهم انت بس تبقى فاهم احنا بنعمل ايه، لا اكتر ولا اقل. طيب اللي بعده، هنا the following graph show the relationship between the displacement والtime. ال displacement اللي هي دي والتايم ده، ماشي. so the ratio between distance between A و B، فين ال distance between A و B؟ من اول النقطه دي للنقطه دي. طب اسهلها لك، مش من دي لدي ده wave length، يبقى برضه من دي لدي wave length، ان هما 2 points في نفس الفيز، يبقى هو عايز الويف لينث. هو عايز الريشيو بين الديستانس بين A و B والويف امبليتيود. الامبليتيود اللي هو بكام؟ الحته دي. طب ما دي كلها ب 0.8، يبقى دي بكام؟ 0.4، يبقى عايز الريشيو دي على 0.4. انا محتاج اعرف بقى مين الويف لينث بكام. طب تعالى نشوف، مش الديستانس كلها 14، يبقى الاكس ايكوال 14. الان بقى بكام؟ الان انا عايز اعد من هنا لحد هنا، الان ادي كده واحد، ادي كده واحد اتنين تلاتة ونص، يبقى الان ب 3.5. يبقى نقدر من هنا نجيب مين الويف لينث، تبقى 14 divided 3.5 تطلع ب 4، فالويف لينث ب 4. فالريشيو بقى اللي هو عايزها دي تبقى 4 divided 0.4 تطلع ب 10. فدي الريشيو اللي هو بيدور عليها، والانسر هتبقى نمبر بي. تمام. هنا بيقول لي in a transverse wave the horizontal distance between constructive crystals. طب تعالى نرسمها بقى. قال لك ال horizontal distance بين constructive crest and trough، يعني انا عايز المسافه بين الكريست والترف، الهوريزونتال ديستانس المسافه بالعرض. طب ادي الكريست اهي وادي الترف، المسافه دي قد ايه؟ دي هاف الويف لينث. ماشي. is double، يعني هاف الويف لينث دي دبل مين بقى؟ الفيرتيكال ديستانس بتوين them، دبل المسافه بين نفس النقطه دي والنقطه دي، بس الفيرتيكال ديستانس اللي هي الحته دي. طيب انت اوريدي عارف ان الحته دي بس اسمها امبليتيود، يبقى دي ودي دبل الامبليتيود، يبقى دي دبل الامبليتيود. حلو، يبقى تاني نص الويف لينث بيساوي دبل الامبليتيود. ماشي. يبقى انا من هنا نقدر نحولها لايكويشن، يبقى اقدر اقول هاف الويف لينث بتساوي 4 امبليتيود. ماذا بعد؟ مديني ابدا ويف سبيد، مديني الفي ب 20 ومديني الفريكونسي. طب ما نقدر نجيب الويف لينث، تبقى في على فريكونسي، يبقى 20 على 10 ب 2 متر. يبقى انا كده جبت مين الويف لينث. حلو، يبقى الويف لينث هنا ب 2، يبقى الامبليتيود بكام؟ صح كده، هو الامبليتيود عايزه، هو عايز الويف امبليتيود ربع متر. فاذا الانسر هتبقى ربع، فالانسر هتبقى نمبر ايه. ازاي؟ ما 2 تايمز هاف تايمز 2 ب 1، 1 ايكوال 4 a، فالاي ايكوال 1 اوفر 4. ماشي. سؤال لطيف برضه. اللي بعده قال لك ان opposite figure the angle of reflection بكام؟ طب نرسم نورمال، ادي النورمال اهو، دي كلها ب 6 فاي، يبقى دي بكام؟ ب 3 فاي. حلو، فدي برضه هتبقى بكام؟ ب 3 فاي. فانا عايز ال 3 فاي بكام؟ ما دي الثيتا، ما دي الانجل اوف ريفليكشن. طيب مش دي كلها 90، يعني ال 4 فاي ايكوال 90، يبقى الفاي الواحده ب 22.5، يبقى 3 فاي اللي هي الثيتا تبقى 3 تايمز 22.5.
تطلع 67.5 degrees. فدي الثيتا اللي هو عايزها. الانسر هتبقى نمبر دي. هنا بيقول لي in opposite figure incident light fall on mirror A reflected على B then على C. هو بقى عايز الانجل اوف ريفليكشن من C. طب اللايت نزل كده، نرسم نورمال. نورمال اهو. فالانجل اوف انسنس هنا في 50. ماشي، اللايت هيرفلكت كده. ايه ده يا عم؟ الخطوط الكتيرة اللي بتترسم دي. فالانجل دي ب 50، فدي ب 40. طب ودي دي ب 70، يبقى دي بكام؟ ب 110، باقي ال 180 110. حلو، يبقى الانجل الصغيرة دي بكام؟ 40 بلس 110 ماينس 180 تطلع ب 30، فدي ب 30. بس هنا محتاجين نورمال جديد، النورمال اهو. يبقى الانجل اوف انسنس الجديدة ب 60، يبقى اللايت هيرفلكت بالشكل ده ب 60 برضه. يبقى الانجل دي ب 30. حلو، دي بكام؟ تبقى ب 130 degrees لأن دي كلها ب 180. يبقى الأنجل الصغيرة دي بكام؟ في التراينجل ده دي ب 30 ودي 130، يبقى دي اللي الباقي تبقى بكام؟ 30 و 130 30 و 130 160 من 180 تبقى ب 20. حلو، ادي النورمال. يبقى الانجل اوف انسنس الجديدة بكام؟ 70. يبقى هيرفلكت من هنا بكام؟ برضه ب 70. هو بقى عايز الانجل اوف ريفليكشن فروم ميرور سي اللي هي الانجل البعيدة دي ب 70. فالانسر هتبقى نمبر دي. تمام. هنا بيقول لي light ray passes at angle from a medium with refractive index الرقم ده to the interface of a medium of refractive index بالرقم ده. therefore هو بيسأل على السبيد هتزيد ولا هتقل. طب انت اوريدي عارف ان n2 على n1 equal v1 على v2 equal sin phi على sin theta. تعال نشوف، هو قال لك ده ال n1 يبقى دي 7 over 6 وال n2 ب 8 over 7. طب الريش دي على بعض بكام؟ يبقى 8 over 7 divided 7 over 6. هتطلع 0.97. يبقى خلاصة الكلام الريشيو دي less than 1. طالما less than 1 يبقى الرقم اللي فوق أصغر من اللي تحت. فإذا عرفت إن V1 less than V2، وعرفت إن الفاي less than مين؟ الثيتا. فطالما الفاي أصغر من الثيتا، فاللايت مثلا كان جاي كده بأنجل فاي، فالثيتا زادت، فيبقى اللايت ده ريفراكت away from normal. يعني شرحنا لك بالتفصيل اهو. في طريقة أسهل من كل ده، إن أنت أوريدي عارف ال N إيه علاقتها بال V وإيه علاقتها بالثيتا انفرس. إيه اللي حصل لل N بالأرقام؟ هتلاقي إن ال N قلت. فلو ال N قلت يبقى الفيلوسيتي هتزيد، يبقى الثيتا هتزيد، يبقى اللايت هيرفراكت away from normal والثيتا هتبقى أكبر من الفاي. ماشي. هو بيقول لك its speed increases، ال V2 أكبر من ال V1. ماشي، السرعة زادت، هيرفراكت toward the normal؟ لا. السبيد قلت؟ لا. السبيد قلت؟ لا. السبيد زادت وريفراكت اواي فروم نورمال، صح. فطالما السرعه زادت يبقى الانجل هتزيد، يبقى لازم يبعد اصلا عن النورمال. ماشي. هنا بيقول لي light ray fall on glass surface with an angle of incidence 40 وريفراكتيف انجل 30 والانجل اوف انسنس increase to double. هو عايز الانجل اوف ريفراكشن. طب انت اوريدي عارف ان احنا دلوقتي نفس ال n 2 على n 1 نفس الميديان، يبقى sin phi 1 على sin theta 1 هي sin phi 2 على sin theta 2. لان كده كده الريشيو دي ايه؟ هتفضل ثابته. الفاي 1 قال لك بكام؟ 40 والثيتا 1 ب 30. قال لك الانجل اوف انسنس زادت للدبل، يبقى دي بقت ب 80. يبقى دي بكام؟ كروس مالتيبليكيشن، يبقى ساين 80. طبعا مش هتبقى ب 60 علشان لسه في ساين، تايمز ساين 30 على ساين 40 واعمل شيفت ساين للانسر تطلع 50.
تمام، فانا كده عرفت انها هتبقى 50. هو قال لك increases by كام؟ طب هي كانت 30 بقت 50، صح؟ ما الثيتا الاولى ب 30 بقت 50، يبقى زادت ب 20، فالانسر هتبقى نمبر بي. طيب السؤال ده شبه اللي جه قبل كده ولا ايه؟ ماشي، تعالى نعمل له دوبليكيت كده ونشوف. opposite figure rectangular الثيكنس بتاعه بالرقم ده، ماشي، والريفراكتيف اندكس بالرقم ده. placed on horizontal plane mirror، لا دي mirror، دي سهلة دي. light ray instant on upper surface making angle كام؟ 30. حلو قوي الكلام ده. طب تعالى نرسمها بشكل أوضح عشان بس تبقى ايه، أسهل للعين. ادي البلوك اهو، وانا عارف اللينس ده قال لك 17.32 سنتيمتر. ماشي، وقال لك ال n بروت 3، يبقى هنا ال n بتاعت الاير كده كده ب 1، وال n بتاعت الجلاس ده بروت 3. ماشي، وقال لك ان هنا في ميرور، واللايت هينزل بانجل 30. ماشي، نرسم نورمال. نورمال اهو، وهنقطعه كده شوية، واللايت نزل بانجل 30. لا بص، ده انجل 30 with the surface، يعني بقى انت ناقصة حزق يعني، بس تمام يعني. يبقى ال 30 دي مع السيرفس اللي هي اللي جوه دي، يبقى الانجل اوف انسنس ب 60. ماشي، with the surface the ray refracted then reflected by mirror، يعني هو يعمل هنا and emerges again from the upper surface at a distance. هو عايز بقى يحسب الديستانس دي بكام، the value of d. طب واحدة واحدة. اللايت هينزل كده بانجل 60، سيبك بقى من ال 30 دي عشان ما تلخبطش. اللايت هيرفراكت near to the normal. ليه؟ لأنه دخل الدنس زادت فالفلوسيتي هتقل، فأنا محتاج أحسب الثيتا دي. طب يبقى n2 على n1 equal sin phi على sin theta. ال n2 بروت 3 ودي ب 1 وال 5 60، يبقى نقدر نجيب الثيتا. يبقى sin 60 times 1 divided root 3، فاعمل shift sign للأنسر هتطلع ب 30، يبقى دي ب 30. حلو، هنا في ميرور اللايت هيرفلكت، يبقى نرسم نورمال. نورمال كده بس يعني. فانا عارف الانجل اوف انسنس الجديده بكام؟ 30. ليه؟ لان دي الترنيت، فدي ب 30. هيرفلكت بكام؟ 30 برضو. عايزين بقى نوسطنها بالظبط. اللاين اهو، ده اللي هو مين؟ النورمال. تعال ننقطه يا عم. فالانجل اوف ريفليكشن من هنا تبقى ب 30. كلام جميل. هنا هنرسم نورمال جديد زيه زي ده. الانجل اوف انسنس الجديده هتبقى ب 30. ليه يا مستر؟ ما هو برضه لسه هنا حرف زد زي الزد اللي هنا اللي هي دي. ماشي، اللايت هيخرج برضه مرة تاني للإير بأنجل كام؟ بأنجل 60. إيش عرفك يا مستر؟ مش هو أصلا داخل ب 60 من الإير للجلاس، يبقى لما يخرج من الجلاس للإير هيخرج بنفس الأنجلز اللي دخل بيه. هو بقى عايز الديستانس دي. طيب، مش أنا لو جبت المسافة دي أضربها في 2 أجيب المسافة كلها، صح؟ صح. طب الديستانس دي هنجيبها إزاي؟ بسيطة. أنا دلوقتي معايا الأنجل اللي جوه في الترينجل ده، تعالى نعمله لك هايلايتد كده. الترينجل ده الانجل دي معايا ب 30 وده معايا، يبقى انا عايز الاوبوزيت. يبقى ادي اوبوزيت وده الادجيسنت. اوبوزيت وادجيسنت يبقى هنستخدم تان. يبقى نقدر نقول ان تان 30
بتساوي الأوبوزيت. خلينا نسمي الأوبوزيت ده L مثلا، يبقى L على ال adjacent اللي هو 17.32. اللاين ده هو اللاين ده. يبقى من هنا نقدر نجيب اللينس بتاع مين؟ ال L. يبقى tan 30 times 17.32 تطلع 9.99. قول إنها ب 10 سنتيمتر. يبقى أنا لو عايز بقى الديستانس كلها، ما دي ب 10 ودي ب 10، يبقى ب 20 سنتيمتر. فأنا كده عرفت الأنسر هتبقى نمبر دي. تمام. اللي بعده، السؤال ده بيقول لي a man stand between two towers. He is 100 meter away from one and 400 meter away from the other. طيب تعال نرسمها الراجل اهو. ده التاور الاولاني. الراجل ده مش نافع. عايزين هنرسمه كده عصاية، معلش، عشان في حاجات هتبقى اوضح يعني. وادي التاور التاني اهو من هنا 400. يبقى هنا الديستانس 100 meters. ناخد ده بعد شوية. والديستانس دي 400 meters. تمام. when he strike a drum، عمل على طبلة، he hears two sound with time interval 2. هو عايز السبيد اوف ساوند في الاير. طب كده كده اوريدي الميديم واحد، يبقى السبيد ثابت. طب انا دلوقتي هستخدم اي رول؟ انت اوريدي عارف ان الفيلوسيتي distance over time، وبما ان الفيلوسيتي constant اللي انا عايزها، فاقدر اقول ان x1 على t1 equal x2 على t2. فاحنا لو عرفنا الاربعه دول، تجيب اي اكس واي تي، بعد كده تقدر تجيب الفي بسهوله جدا. طب نجيب بقى الكلام ده ازاي؟ واحده واحده بقى. احنا هنا خبطت طبله، يعني هنا ده السورس اوف ساوند. الطبله دي هتروح في الاتجاه ده، وهتروح برضو ايه في الاتجاه ده، صح؟ الديستنس اللي هيمشيها الساوند ويف قد ايه عشان يسمعها تاني؟ انه قال لك سمعها، هتروح وترجع، يبقى هي هتروح وترجع كده. وهنا برضو هتخبط في الحيطه دي او الطور ده وترجع كده. يبقى الديستانس اللي مشيناها هل هي ب 100؟ لا، ب 200. يبقى المسافة اللي مشيناها هنا، خلينا مثلا دي نسميها دي الحاجة الأولى ودي التانية. فالإكس 1 هنا ب 200 والإكس 2 ب 800. تمام، علشان هي تروح وترجع عشان يسمعها. يبقى ده المسافة اللي مشيتها الساوند. قال لك فرق التايم، هو أصلا بقى مين التايم الكبير ومين التايم الصغير؟ مين اللي هيوصل أسرع؟ أكيد المسافة الأقل. يعني نقدر نقول إن التيك التانية قد التايم الأولاني ومعاه إيه؟ ثانيتين. صح؟ ليه؟ ما هو ده أسرع فيروح ويجي، يعني مثلا ده يروح ويجي بعد ثانيتين، ده يروح ويجي بعد 4 ثواني. يبقى التي 2 اللي هو الوقت اللي خده هنا أكبر من الوقت اللي خده هنا. يبقى نقدر نشيل التي 2 ونحط مكانها تي 1 بلس كام؟ بلس 2. وهنا دي اسمها تي 2. فأنا أقدر أعمل كروس مالتيبليكيشن أو شيفت سولف نجيب مين؟ التي 1. احسب لي بقى التي 1. هتبقى 200 على ألفا إكس، ألفا إيكوال 800. 200 يا عم، ماشي 200 ألفا إكس، ألفا إيكوال 800 على ألفا إكس بلس 2. صح كده؟ فالتايم هيطلع 2 over 3 seconds. ماشي، يبقى التايم التي 1 ب 2 over 3 seconds. كده جبت التايم. فمن هنا نقدر نجيب الفي تبقى x1 على t1. الاكس 1 اللي هي 200 على التي 1 اللي هي 2 over 3، تطلع ب 300. يبقى 300 متر بير سكند. وده منطقي ان السبيد اوف ساوند 340، فدي صح. فكده احنا ايه؟ عرفنا الانسر هتبقى نمبر، او مش نمبر يعني 300. السؤال ده بيقول لي ايه؟ person stand in a wide field facing a wall at a distance بالرقم ده. A gun was placed at a point X. هنا gun which is 30 40 30 34 meter away from the wall. ماشي، دي المسافة. A bullet was fired from the gun. Calculate the time interval between the two sound heard by person knowing the speed of sound بالرقم ده. ما نفس الفكرة، نفس اللي قلناه في السؤال اللي قبله. مين اللي ثابت؟ الفي ثابتة.
ال V equal X على T. ليه ال V ثابتة؟ إن إحنا في نفس الميديم. فهو عايز بقى إيه؟ التايم انترفال بين التو ساوند. طب أصلا الراجل ده هيسمع الساوند مرتين إزاي؟ مرة الساوند هيجيله من هنا، خلينا نقول T1 والديستانس بتاعتها اسمها X1، ومرة الساوند هيروح يخبط في الحيطة دي ويرجع تاني، فخلينا يبقى كده. يبقى ساعتها ده اسمه T2 والإكس اسمه إيه؟ X2. طب الإكس 1 اللي هي الحتة دي بس، اللي هي تبقى ب 170 minus 34، تبقى ب 136. ماشي. والحتة دي اللي هو الإكس 2 تبقى الاتنين بلس بعض، تبقى 34 plus 170، تبقى 204. فأنا بدل ما أقعد أجيب بقى الكلام ده كله، طب ما نجيب الديفرنس. يعني إيه؟ مش الفلوسيتي برضو ممكن تساوي الديفرنس في الديستنس على الديفرنس في التايم؟ وهو أصلا ده اللي عايزه، عايز التايم انترفال بين التو ويفز. طيب الديفرنس في الديستانس اللي هي بكام؟ هتبقى دي ماينس دي، يبقى 204 ماينس 136 تطلع 68 على الديفرنس في التايم اصلا اللي انا عايزه. والفلوسيتي هو قال لك بكام؟ 340. يبقى انا من هنا اقدر اجيب مين؟ الدلتا تي. تبقى 68 ديفايدد 340 تطلع ب 0.2 seconds. تمام. فانا كده عرفت فرق التايم. او بقى بالطريقه التقليديه تعمل ده ديفايدد ال V تجيب ال T1، تعمل ده ديفايدد ال V تجيب ال T2، بعد كده تعملهم ماينس بعض، فمش مستاهله، هي. طيب السؤال ده بيقول لي two sound waves propagating in air. كده عرفت ال V constant. ريح بقى دي على جنب. قال لك the first has frequency بالرقم ده، يبقى ده new 1 680، والsecond frequency new يعني new 2 ما قالكش بكام. وقال لك if the wavelength of one of them exceed the wavelength of other by 50 سنتيمتر، يعني في wavelength اكبر من الويفلنس التاني ب 50 سنتيمتر اللي هو نص متر، بس ما قالش الاولى اكبر من التانية ولا التانية اكبر من الاولى، ولا انا حتى عندي الفريكونسي عشان اعرف مين اللي عنده فريكونسي اكبر فاعرف اللي عنده ويفلنس اصغر. يعني ايه؟ في التراينجل ده مش الفي ايكوال الفريكونسي في الويفلنس. لو الفلوسيتي كونستانت يبقى الريليشن من دول انفرس، يبقى اللي عنده فريكونسي اعلى عنده ويفلنس اقل. بس انا هنا في السؤال ما اعرفش مين اللي عنده فريكونسي اعلى ولا اعرف مين اللي عنده ويفلنس اعلى، فمش هقدر اقارن. ماشي. بس انا عارف ان في واحد اكبر من التاني بنص، اللي هو الايكويشن دي يعني. طيب قال لك calculate the frequency. هو مديك اصلا السبيد اوف ساوند بالرقم ده، خلاص. طب ما الفي تبقى ب 340، يبقى اقدر اجيب مين؟ الويفلنس الاولاني. هتبقى بكام؟ 340 divided 680 تطلع بهاف، هاف متر. ده الويفلنس الاولاني. يبقى اكيد الويفلنس التاني بكام؟ 1 متر. اشمعنى يا مستر؟ ما هو واحد اكبر من التاني بنص متر، فما ينفعش ده يبقى نص متر والتاني اصغر منه بنص متر، ساعتها هيبقى بزيرو. فلازم واحد يبقى بمتر واحد يبقى بنص، عشان لما اعملهم ديفرنس بعض يطلع لي نص. يبقى انا كده معايا الويف لينس التاني، ومعايا كده كده الفي ب 340. يبقى اقدر اجيب بقى مين؟ النيو اللي هو عايزه. ماشي. يبقى الفريكونسي اللي هو عايزها هتبقى الفي على الويف لينس، يبقى 340 على 1 هتطلع ب 340 هرتز. تمام. فانا كده عرفت الانسر 340 هرتز. ماشي. وطالما حتى بالمنطق، طالما ده ضعف ده يبقى الفريكونسي ده ضعف الفريكونسي ده، فدي 680 يبقى التانية ب 340. تمام كده. يبقى احنا خلصنا التقييم الأسبوعي، الواجب والويكلي اسسمنت، وكمان خدنا الامتحانين بتوع الوزارة. ويعني لو انت وصلت لحد اللحظة دي فجامد جدا الصراحة يعني. اشوفك على خير ان شاء الله في التقييم الأسبوعي الجاي. سلام.